أبناء شعبنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نضعكم في صورة آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بالإجراءات في قطاع غزة في مواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل كافة الوزارات المختصة القيام بواجبها، وفي مقدمتها وزارتي الصحة والداخلية في هذا الإطار. وفي ظل ما نقوم به من إجراءات، فحاليا تقوم الفرق المختصة القيام بواجبها، سواء كان في وزارة الصحة أو في وزارة الداخلية، ونعمل على قدم وساق من أجل الحد من انتشار الفيروس. وقد تم فرض حظر التجوال طوال ال5 أيام السابقة في إطار وجهود الأجهزة الحكومية لمنع تفشي الوباء في داخل قطاع غزة. وأمام الحالة التي نعيشها، فإننا نعلن اليوم عن مجموعة من الإجراءات على النحو الآتي. أولا، تقرر تمديد حظر التجوال لمدة 48 ساعة أخرى اعتبارا من هذه الليلة، وذلك في إطار الجهود التي نبذلها لمنع تفشي وانتشار الوباء بشكل أكبر في داخل قطاع غزة. ثانيا، تقرر القيام بالفصل التام والكامل بين محافظات قطاع غزة ومنع التنقل بين المحافظات بشكل بات ونهائي. ثالثا، تقرر فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة شمال القطاع، حيث تقوم الآن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين كافة البلدات والمخيمات في محافظة شمال قطاع غزة، حيث سيتم فصل بلدة بيت حانون عن بيت لاهيا عن مخيم جباليا عن جباليا البلد. وبالتالي نحن أمام إجراءات خاصة وأكثر تجديد في منطقة شمال قطاع غزة. رابعا، أيضا في إطار إجراءات الوقاية والسلامة، ندعو جميع المواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية والتشدد في ذلك، وإن الشرطة والأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية في حال تنقلهم للضرورة. وأيضا فإننا ندعو جميع مقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمة ذلك ارتداء الكمامة. وكل من لم يلتزم بذلك، سواء كان من المواطنين أو من مقدمي الخدمات، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشكل حاسم في هذا الأمر. وقد تقرر أيضا تخصيص مكان في كل محافظة لحجز المخالفين لإجراءات السلامة والوقاية، حيث قررت وزارة الداخلية الآن في كل محافظة تخصيص مكان وفق إجراءات الوقاية والسلامة. سنقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين ووضعهم في داخل هذه الأماكن وحجزهم لعدم التزامهم بإجراءات السلامة والوقاية في هذه المرحلة.